فرنسا حاليا كتواجه ازمه امنيه بسبب بعض الاحتجاجات والمظاهرات اللي كتعرفها البلاد على خلفيه مقتل شاب نائل ذو الاصول الجزائريه برصاص الشرطه. هذا الفتى كيبلغ من العمر 17 سنه. يقال ان هذا الفتى قام بكراء سياره من نوع مرسيدس، وهذه السياره كتحمل الترقيم تاع بولندا. ويقال انه من بعد ما لاحظت الشرطه باللي هذا الفتى الملامح نتاعو كتبين باللي باقي صغير، بالاضافه لانه عرض حياه بعض المواطنين للخطر، حاولت الشرطه توقفه لكنه امتنع وحاول يهرب، الشيء اللي خلى واحد الشرطه يطلق عليه النار. فرنسا هي من بين البلدان الاوروبيه اللي معروفه فيهم العنصريه بزاف، بمعنى انه بمجرد انك ترتكب شي مخالفه وتعرف بانك ماشي فرنسي يعني افريقي ولا عربي، ما كيتعاتقوش معاك وكتكون العنصريه هي المصير نتاعك، كيف ما وقع لهذا الفتى ذو الاصول الجزائريه. من بعد ما انتشر الفيديو اللي كيوثق الطريقه اللي تقتل بها هذا الفتى في مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وقعت عده احتجاجات ومظاهرات من حرق وتكسير للممتلكات العامه والخاصه، ونضت كذلك اشتباكات مع الشرطه الفرنسيه. فرنسا الان كتعرف واحد الازمه وواحد الانفلات امني اللي ممكن انه يكلف فرنسا الكثير من الخسائر الماديه وقد تكون كذلك خسائر بشريه. بالنسبه لهذه المظاهرات والاحتجاجات اللي وقعت في فرنسا، كانوا مؤيدين وكانوا معارضين لهذا الشيء، بحيث ان المؤيدين كيقولوا باللي ما كايناش شي طريقه اللي غيقدر الشعب يبين بها على الغضب ديالو بهذه القضيه نتاع المقتل نتاع هذا الفتى، في حين ان المعارضين نتاع هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات كيقولوا باللي هذه الاشكال نتاع التكسير والحرق نتاع الممتلكات العامه والخاصه كيتكبدوه اشخاص ابرياء ما عندهم حتى شي دخل في هذه القضيه هذه. فرنسا معروف عليها منذ الازل انها بلد عنصري بامتياز، بمعنى انه بمجرد ما كتعرف من خلال الكلام ديالك ولا من خلال البشره نتاعك بانك ماشي فرنسي ماشي اوروبي، كتعرف بانك افريقي او عربي، كيطبقوا عليك العنصريه. وهذا الشيء اللي كيرفضوه بعض المهاجرين، لا سواء الجزائريين او المغاربه او التونسيين. وفي الاخير نتاع الفيديو كنبغي نقول لا بد ان تنتهي العنصريه ولا بد ان ينتصر الحق. الغلطه تاعو هي يحب المطوات ويحب الطوموبيلات، هذه هي الغلطه تاعو. ما كان يبيع القتله، ما كان يدير المشاكل، ما كان يدير حتى حشره وخونا صغير. البارح رحنا ديفونديو عليه، هاي نوريها لكم. البوليس ينحى لي درابو الجيريان. J'en ai marre qu'on tue les enfants des banlieues, des quartiers pauvres, parce qu'ils sont pas blancs.